قبل القمه بساعتين طلع اقولها لك عشان نخلص من قصه الهبد والرزع والكلام ده كله. مفيش حد من الفرقتين عنده اعذار. مفيش حد من الفرقتين عنده اعذار، لا الاهلي ولا الزمالك. هنا في 11 لعيب هينزلوا الملعب، وهنا في 11 لعيب هينزلوا الملعب. المباراه اما 90 دقيقه اما 120 دقيقه. اللي هيجتهد اكتر وهيشتغل على نفسه اكتر وهيشتغل ويذاكر الخصم بشكل مميز هو اللي هيقدر يتفوق في المباراه. اللي هيكون عنده تكتيك وهيكون عنده طريقه وده اللعيبه بتاعته هيقدر يوصل لهم الثقه والدوافع والحماس والشراسه على ارضيه الملعب هو اللي هيتفوق في المباراه. فانا من دلوقتي بقول لكم انا واحد من الناس بشوف ان الكوره نسبه كبيره جدا في المباريات الكبيره دي بيكون المكسب شراسه وحماس ودوافع على ارضيه الملعب. وبيبقى فيه مدرب بيعرف يحل مشكله، بمعنى ان مثلا مدرب الاهلي النهارده ما عندوش فرود، دي مشكلتك، هي شغلتك ان انت تحل لي مشكله الفرود. تحلها بقى بتغيير الطريقه، بتغيير التكتيك، بتغيير الفنيات على ارضيه الملعب، دي شغلتك، انت راجل بتاخد فلوس عشان كده. نفس القصه مدرب نادي الزمالك، عندك غيابات، عندك اصابات، انت شغلتك ان انت تحل المشاكل دي. انت مشكلتك ان انت تخلق للعيبه دوافع جديده، تخلق للعيبه حماس على ارضيه الملعب. وده دور مهم جدا الفرقتين هياخدوه من جمهورهم على ارضيه الملعب. الجمهور اللي هيكون موجود متواجد في الملعب، الجمهور اللي هيقدر يشجع فرقته لحد اخر دقيقه وما يفقدش الامل في فرقته حتى لو كانت متاخره في النتيجه ويفضل يحمس ويشرس ويدفع في اللعيبه على ارضيه الملعب. انا بشوف ان الفريق ده هو اللي هيتفوق. ولكن ما حدش يطلع يقول لي اعذار، ما حدش يطلع يقول لي اصل احنا عندنا غيابات، ما حدش يطلع يقول لي اصل احنا عندنا ايقافات، ما حدش يطلع يقول لي اصل الفريق ده اقوى. ما فيش حد اقوى من حد. دي كوره و11 لعيب قدام 11 لعيب. وزي ما قلت لكم اللي هيكون موفق اولا من عند ربنا وهيكون مذاكر الخصم بشكل كويس وشغال على نفسه بشكل كويس هو اللي هيكسب المباراه.